اصطف آلاف الإسرائيليين في طوابير طويلة للحصول على أقنعة الوقاية من الغازات السامة، جراء مخاوف من أن أي رد عسكري من جانب الغرب على هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية وقع في سوريا الأسبوع الماضي قد تكون له ارتدادات على البلاد. ومع تصاعد التكهنات بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي قد تطلق صواريخ كروز على مواقع يشتبه باحتوائها على أسلحة كيماوية في سوريا، ينتاب القلق الكثيرين في إسرائيل من أن الرئيس بشار الأسد الذي يواجه انتفاضة عارمة منذ عامين قد ينتقم من الهجوم المفترض بضرب إسرائيل. إذا كان لا يهتم بمواطنيه عندما قصفهم الأسبوع الماضي بالأسلحة الكيماوية، فكيف سيهتم للإسرائيليين؟ ويذكر أن عمليات توزيع الأقنعة الواقية من الغازات السامة شملت عدة مراكز في كل من تل أبيب والقدس وأيضا في مناطق أخرى.